وصلنا الهند. مش عارف التصوير هيبقى عامل ازاي بسبب الاوضاع السياسيه، بس خلينا نشوف. اقدر اقول ان الدخول ما كانش سهل خالص، حققوا معايا ما لا يقل عن ربع ساعه تلت ساعه، بس عدت. جاي ليه هتعمل ايه؟ مين صحابك هنا؟ مين صحابك؟ هنود باكستانيين بالذات سالوني رحت باكستان قبل كده، تعرف اي حد من باكستان؟ بعد ربع ساعه كنت حاسس ان هم مش هيدخلوني وهيرجعوني. الطياره حرفيا كلها ما فيهاش ولا واحد اجنبي غيري، انا الوحيد على الطياره كلها. ولكن ها نحن اهو مستنيين الشنطه عشان نبدا مغامرتنا واستكشافنا في منطقه البنجاب فقط في الهند. وانا مستني الشنطه قلت اخش الحمام بسرعه، بس اول ما تخش حمام الرجاله في ايه؟ في وش الحمام صوره بالطرحه الشهيره او اللفه الشهيره بتاعت البنجاب. معرفش مين ده، بس بروبلي هيبقى حد مشهور او مش عارف. وصلنا الهند. No thank you. Taxi? Taxi. No, no, no. Where are you going? Uber, Uber. Uber, no Uber, prepaid. No, Uber. Uber, Uber. Okay, prepaid. No, Uber, Uber, Uber. Okay. Okay, where are thank you. going? Thank you, thank you. Uber rate, okay? No, no, no. بدأت المغامرة، الناس كلها لفة البتاعة دي، عايزين نتعمق أكتر ونفهم، نتعلم مع بعض. الو، نمستي. نو ثانك يو، ثانك يو. اوكي، ويلكم. حجزت الفندق دلوقتي على طول، وطلع عندهم اوبر، فالحمد لله التكاسي مش هنصدعونا، ولكن صدعونا. تقريبا مشوار نص ساعة ب$5. وأول حاجة الاقيها سواق الأوبر مسيحي، فعادي في هنا مسيحيين مش بس السيخ. واللي فهمته لسه هنفهم اكتر ان اللفه دي بيحطوها بس السيخ، والسيخ هم اغلبيه في منطقه البنجاب، عشان كده اغلبيه الناس حاطينها. مش شرط تبقى حاططها او مش عارف، هنفهم ونتعلم مع بعض. خلينا نسال السواق. Yes, hello. نمستي، how are you? I'm fine, sir. What's your name? My name is Harpreet and nickname Jackie. Jackie. How are you, Jackie? Yes. Nice to meet you. Thank you so much. خلاص سيب ايدي. اوكي. Okay, thank you so much. فهم الكلام. يلا بينا. Yes. We go hotel? Yes, we go. Okay. How situation India Pakistan very bad, huh? Very, very bad. Border is okay? Okay. No problem? No problem. Border is okay, safe? Okay. I can go? Yes. Border fight or no? No, no, no. No fight, no, huh? No fighter. No. No fight. No war. No war? No war. India Pakistan friends? Friend, friend. Yeah, friends. All good, all good. All good, all good. والله ما حد فاهم حاجة. مصر. You know مصر? Wait. Egypt. Oh, Misr. Okay. Misr. Okay, you. You know مصر? Yes. Yeah. Okay. Thank you. You know Yes. the pyramid. अच्छा pyramid. Okay. Okay. सही है. بقول له انت عارف، يقول لي لا. بعد كده اقول له اوريها له، يقول لي اه صح هي. جود جود. اول حاجه العربيه عطلت بينا. ويلكم تو انديا. All good. اول جود. يلا مفيش مشكله الحمد لله. ما نشوف ايه اللي مستنينا تاني. नहीं शाम को मिली थी मुझे 6 बजे मिली थी रेडिसन के बाहर आ रही थी 4 नंबर गेट पे गुड नाइट باي باي. وصلنا الهند، وصلنا الفندق اللي حاجزينه. تخيلوا الفندق ده الليله ب20 €، سعر خيالي. نطلع ونشوف الاوضه. بصوا كل الناس في الشارع بالطاقيه، سواء سايق ماشي قاعد، كل حاجه. من اغرب الحاجات اللي في الهند هي ان اي فندق بتخش بيبقى فيه كشكول كبير كده، لازم تكتب كل التفاصيل، جيت منين وهتقعد قد ايه في الفندق، باسبورك، رغم ان هما بيقعدوا يصوروا الباسبور، ولكن انت محتاج تكتب كل تفاصيل باسبورك، تاريخ صلاحيته، كل حاجه، رغم ان هو صور باسبور. وكما عودناكم لازم نعمل جوله في الاوضه، لان الاوضه دي ب22 € بالظبط. لما تخش فيه دولاب، مرايه، تسريحه، كله على كله اهو. السرير الراجل اللي اداني فيه الشارع 22 € وحاجزينها في المطار. وده الحمام، حمام نضيف جدا، كل حاجه كويسه. دش حاطين لي جردل، معرفش هي الهنود بيستحموا بجردل ولا ايه، بس اهم حاجه ان هو فيه دش عادي. عايز اقول لكم المدينه دي لقيت فيها ماريوت، لقيت فيها حياه ريجنسي، ولقيت فيها كذا براند من التوب في الفنادق، وسعر الليله 50 € بالكتير، في حاجات اقل. لو فاكرين ان انا بوصل البلاد وهريح وهنام وهتشوفوني بكره الصبح الساعه 11 بالليل، عايزين نستكشف المدينه. معيش روبي واحد هندي في جيبي، معايا $100. الاي تي امز بتقفل، ادور على مكان اغير فلوس وادور على مكان اكل فيه. هنشوف هنعملها ازاي. اوبا، شوارع هو فاضيه لان انا على طرف ايه زي ما بيقولوا داون تاون، او القلعه بتاعتهم، او المنطقه الحيويه. انا على الطرف بتاعها، الشارع اللي انا فيه ده فاضي. لما نروح هناك المفروض يعني ايه، دي الهند بلد 1.5 مليار بني ادم،
ما يكونوش بيناموا بدري، بالذات ان بكره ويك اند. فبسم الله. الو، انا شفت حاجات غريبه قوي في 5 دقايق بتمشى فيهم في البلد. شفت علامه هتلر النازيه، بعدين شفت نجمه داوود على بيت تاني. هلو. Hi, hello. نامستي. How are you? How are you? Yeah. You are from Amritsar? Amritsar. Nice to meet you. You from? Misr. Mr. Misr. Nice to meeting you. Egypt. You know What is your Egypt? name? Ahmed. Ahmed. Golden Temple which way? Golden Temple. This way, golden. اوكي ثانك يو. ناس لذيذه بس حاجات غريبه، ادينا بنشوف ونستكشف. مش لاقي مكان اغير فيه فلوس ولا الاقي اي تي ام. اول مره اشوف بلد في حياتي الاي تي ام بيقفل بالليل، دي جديده عليا. اوبا تهزروش كلاب. لا هو ده بقى الكلام. هي دي الهند. بصوا بالليل صاحي ازاي. هلو نامستي. جولدن تمبل وير؟ Welcome golden temple this one. اوكي ثانك يو. بصوا زحمه قوي، كله هنا حابب الكاميرا قوي. كده دخلنا المنطقه بتاعت الجولدن تمبل، اشهر معبد في البنجاب كلها. نعرف قصته الصبح وهنزوره، لكن انا جيت اشوف المنطقه اللي حواليه، كنت فاكر انها هتبقى قافله، ولكن زي ما انتم شايفين الحمد لله لقينا اي تي ام الوحيده اللي شغاله في البلد، وهي الفلوس. سحبنا 8000 اللي هم تقريبا 82 يورو، نتكلم في 100 دولار. فلوس كويسه، اظن انها تكفي كتير قوي في الهند من ارخص دول العالم. فيلا بينا نخبي الفلوس. المعبد ده عامل زي الحج عند السيخ، من اهم معابد عند السيخ كلهم. الناس جايه نايمه في الشارع، جايين يتعبدوا وبيقضوا لهم كام يوم هنا من العباده. مش عارف اذا كان هينفع اخش بالشورت ولا لا، ومش هينفع اخش بالشورت. بكره نيجي نستكشفه بالبنطلون. الو، بصوا الناس كلها نايمه ازاي، كله باللفه. ممنوع ادخل بالشورت، ولكن المعبد من جوه شكله خيالي. اسمه الجولدن تمبل، معمول كله جوه من الذهب، وفي زي حمام سباحه، ميه مقدسه. واللي عرفته ان ما ينفعش تخش المعبد ده كاكا بالشورت، ممنوع. بس الرجاله والستات لازم كله يبقى مغطي شعره. فالستات كاكا هنا معظمهم مغطين شعرهم، الرجاله كمان هنا بتيجي بتاخد لو انت مش مغطي راسك باللفه الكبيره اللي هم بيلفوها وانت شخص عادي. مش كل الناس دايما تبقى لفه شعرها. بصوا يعني ده حاطط زي بندانه كده على راسه وده الوضع. يعني نروح ناكل ننام عشان نيجي بكره نستكشف ونتعمق اكتر في السيخ والبنجاب وايه قصتهم مع باكستان والانفصال عن باكستان والحرب الدمويه اللي حصلت هنا اللي بسببها النهارده الدنيا بتقوم تاني. البلد دي كانت جزء من باكستان وباكستان كانت جزء منها، لان احنا بالظبط نبعد 30 او 40 كيلو على الحدود من باكستان، من واحده من اكبر المدن في باكستان وهي مدينه لاهور. فاللي هنا وهناك كانوا في فتره كبيره قوي واحد، وكان فيه مسلمين كتير قوي، لان المدينه لاهور اللي على الحدود كلها مسلمين. المسلمين راحوا فين؟ وايه اللي خلى هنا مفيش مسلمين وهناك في مسلمين؟ وهل هنا في مسلمين وعايشين عادي ولا لا؟ ده اللي هنستكشفه بكره مع بعض. والله يا اجواء الهند، الاكل الهندي بالليل، الموموس، كل حاجه قدامك بتشوفها، والمطاعم، العيله كلها قاعده اهي، الاجواء عالميه. صباح الخير في استكشاف مدينة البنجاب، أمرتسر وديانة السيخ. الأسانسير من امبارح طالع نازل بيشغل حاجات غريبة اسمها كده، مش عارف ده أغنية ولا دعاء زي عندنا لما بنركب الأسانسير، تقريبا كده زي دعاء الأسانسير عندنا. نزلنا الشارع، الدنيا هادية شوية لأن النهاردة سبت ويكند. هلو نمستي. عايزين ندور على توك توك نركبه نروح المعبد بقى، نشوف قصة المعبد الصبح. تعالوا نشوف الراجل ده. جولدن تمبل تاكسي جولدن تمبل. اوكي هاو ماتش؟ نو مي افري داي 50 جولدن تمبل. اوكي ओके सर। اوكي बच्चा बीमार है सर। ها मेरा बच्चा बीमार है। مهارات بنجابي يا جبنا التوك توك. تكاتك هنا معظمها كهرباء ملوش صوت. الهند اتغيرت خالص يعني عن زمان، بس الكلاكسات ما اتغيرتش، والزبالة بتلاقيها في كل مكان. الشارع اللي احنا رايحينه
ايوه يا ريس. بصوا الدنيا تكاتك مع موتوسيكلات مع عربيات في شارع ما عديش حد. ها؟ اوكي سر. بيغني لي عشان ياخد فلوس زياده. اوكي 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 سر. يس 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 يس. جولدن تمبل. يس جولدن تمبل. اوكي. اوكي سر. نبدا اليوم نسخن عشان لسه ما فطرتش بعصير برتقال. اورنج؟ هاو ماتش؟ ها؟ السفرية اللي فاتت قعدت شهر في الهند، كنت شاب مكافح، كنت لسه ببدأ حياتي في السفر فما كنتش فرفور زي دلوقتي. الحمد لله شهر في الهند من غير تسمم خالص وجربنا كل أكل الشارع. النهارده أول عصير برتقال. بصوا التلج جايبه منين؟ عامل إزاي؟ أوكي؟ ايس بوكس. ها؟ ايس بوكس ده تكنولوجيا، وقاعد بيعصر لنا البرتقال اهو حاطط لي تلج. هو تلج مش برتقال يعني. برتقال اصلا لونه غريب. هلو جود مورنينج هاو ار يو. بص جايب له ميه منين؟ بعت له ميه اهو. حط يابا. ندوق بقى من ايد الحاج اوحش حاجه شربتها في حياتي. مبدئيا لونه احمر وفي حاجه طايره جوه شايفينها؟ ها؟ اوكي. طعمه وحش قوي 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 قوي، حط فيه سكر وملح وحاجات غريبه. مش برتقال. هلو هلو. اوه. دخلنا السوق بقى واحكي لكم اكتر عن الديانه السيخيه ومنين بدات. هي بدات تقريبا في ال 1500. بدات المدينه دي بدات من مدينه امريتسر. الديانه السيخيه هي ديانه شويه غريبه. اهم حاجه في الديانه عندهم زي الاسلام 5 حاجات كده، 5 اركان للاسلام. هم عندهم 5 اركان. اول ركن عندهم ان هو السيخي الحقيقي ما ينفعش يحلق شعره ابدا. يعني ايه ما ينفعش يحلق شعره ابدا؟ يعني من يوم ما بيتولد لحد ما بيموت ما بيحلقش شعره. عشان كده تلاقيهم مغطين شعرهم. واللي انتوا بالنسبه لكم لفه الشعر دي حاجه صغيره، لفه الشعر دي تقريبا الطرحه اللي حاطينها بيتعدى ال3 متر مينيمم. يعني هو مينيمم 3 متر. طبعا مش كل السيخ متدينين وكل السيخ بينفذوا القواعد، ولكن ده اشهر قاعده عندهم ان هم ما يحلقوش شعرهم. عشان كده دايما مغطيينه بالطرحه لان شكله بيبقى بشع. نفسي اقلع حد الطرحه دي شوف شكله بيعمل ازاي، بس هم في كل مكان بيبقوا لابسينها. يعني دخلت مطعم الناس بتشتغل بيها، في المطار الناس بتشتغل بيها، في الشارع الناس ماشيه بيها، في كل حته. اتخيل ان يمكن بقى في البيت كمان الناس ماشيه بيها. عندهم حاجه تانية وهو اشهر مزار عند السيخ كلهم هو الجولدن تمبل اللي احنا فيه دلوقتي. جولدن تمبل ده من جوه في اوضه كامله مبنيه من الذهب. الحاجه الثانيه ديانه السيخ على كلامهم مبنيه على التسامح بشكل كبير جدا. ما عندهمش مشاكل مع اي دين، ده اللي بيتقال. فاللي انا سمعته ان دايما في ان هم بيكرهوا المسلمين. طب ليه بيكرهوا المسلمين؟ هل بيكرهوا المسلمين عشان الديانه ولا عشان قصه تاريخيه؟ ده اللي هنعرفه برضو قدام في الفيديو. ولكن لحد دلوقتي اللي اقدر اقوله هلو، الناس كلها محترمه وطيبه وجميله، وباين جدا ان انا مش سيخي وباين جدا ان انا اجنبي. بصوا هنخش دلوقتي. للاسف لازم اغطي شعري، مش عقيدة بدينهم ولكن احتراما للمكان اللي داخله عشان بس اقدر اخش اصوره لكم. بصوا هنا اوكي هنا في ميه. الداخل قالوا لي ممنوع التصوير على الباب، هنصور جوه. ولكن هلو هاو ار يو. قالوا لي لازم تقلع الجزمه تخش حافي. فانا دلوقتي حافي. هنروح نحطها في اللوكر بتاع الجزم، وبعدين نغطي راسنا زي الرجاله دي ما مغطيه راسها. هيد سكارف. Yeah. Yeah, haircut. To enter the temple? Yes. Okay. Name? أحمد. يوتيوب. اوكي. هنتشير في الهند دلوقتي. ربنا يستر ما يعرفوش انا بقول ايه. لكن احنا بنقول بكل حقانية وعدل من ارض الواقع. انا مش بفتري على حد. كل احترام وكل ادب في مكانهم. والله ناس طيبة جدا. هلو. خدنا زي توكن كده عشان ناخد بيه الشبشب بتاعنا تاني. رايحين نخش المعبد. حافين. This one I remove? اوكي. في ميه مقدسة على باب المعبد، كله بيخش ويخرج منها. بس انا هعديها
والف من هنا كده، لان المايه دي لو شفتوا جايه من خراطيم، يعني هو خرطوم عادي من حنفيه، المفروض ان دي مايه مقدسه، لكن ده خرطوم. انا قابلت يوتيوبر. Nice to meet you bro. Nice to meet you. فبس- Welcome to India. Thank you. يوتيوبر مشهور، فبسأله انت اللفة، بتأكد منه من المعلومة، عمرك حلقت شعرك؟ بيقول لي لا. So you never cut your hair before? No, never. Because it is not allowed in Sikhism. And how long is your hair? It's about like it comes their hair. No way. Yeah. So never in your life you No, cut your no. hair? Yeah, no, it's not allowed. So being a barber in Punjab is not a good job. Most of the people but don't cut. many of the people are having no hairs. Ah. Like we are having also Hindus. Ah. They cut their hair. So Okay, yeah. barbers, I know you are saying the right thing, but I think barbers are having a good, Yeah. you know. السيخ معروف عنهم كتير قوي في الدين بتاعهم الكرم والتأكيل ببلاش. في المعبد هنا أكتر من 100,000 وجبة بتتوزع كل يوم ببلاش. أنا دخلت أصور لكم، بس كان إجباري لازم آخد طبق. طبعا مش هاكل من الأكل، ولكن كمية الناس والبشر مهولة اللي داخلين عشان ياكلوا ببلاش. 100,000 شخص كل يوم. الرز بيعبوه ازاي؟ وهنا الحلة اللي بيطبخوا فيها. كل دي حلة، حلتين. بيساعد بقى في التنظيف، ناس بتيجي تتطوع. طلعنا من المعبد، واللي شفته في المعبد ده غير اي معبد هندي تاني. هلو، ناس شكلها بجد، لان كلهم سايبين شعرهم، حتى ده حواجبه ما بيحلقوهاش. يعني الشعر اطول حاجه ممكنه، من يوم ما اتولدوا ما حلقوش، او من يوم ما قرروا ان هم يتدينوا وما يحلقوش شعرهم. اللي شفته في المعبد غير كل الهنود. مبدئيا المعبد كان نظيف، سيخ شويه تحسهم هادين عن الهندوس في التقاليد بتاعتهم. تقاليدهم شويه فيها احترام، بيغطسوا في المايه المقدسه وكل حاجه، وكل واحد دماغه زي ما تكون. خدنا صاحبنا وهنجرب اللاسي من رجل عمه، من رجله دايركت. رجله اهي، الحشرات على الوش، وقعد برجله. glass. Is it good? Yeah, of course. चार पेड़े लिख रहे. يلا المشروب اللي من رجل الحك، اللاسي بالزبادي وحاجات كتير. What is this? خلينا نجربه. This is the butter of them. This is the butter, huh? Yeah. Butter. Butter. Yeah. زبدة وزبادي، أو مش زبدة، قشطة وزبادي، حاجات كتير. طعمه ياخد 5 من 10، بس أنا لازم أشربه عشان هم عازميني عليه. كوباية كبيرة أوي، مش عارف أعمل إيه. بصوا الحاج. احنا في المنطقة اللي احنا كنا فيها دي كانت هي دولة البنجاب، يعني او كانت زي ما تقولوا امبراطورية. فمنهم كان بيتكلم اردو زي باكستان، ومنهم كان بيتكلم بنجابي، وعشان كده لسه في باكستانيين لسه عايشين وسط المنطقة هنا ومسلمين. فأكبر تمثال في البلد حط لهم كتابة بالأردو، أظن مهراجا رنجات سانكا، من سنة كذا لسنة كذا، من 1780 ل 1839. أنا دلوقتي قدرت أقراها بالأردو، مهراجا رنجات سانكا. من الناحية التانية مكتوب بالهندي، ومن الناحية التالتة مكتوب بالبنجابي اللغة المحلية. وده أهو، بصوا في ناس بتلبس لبس غريب، الأنواع مختلفة. صباح الخير، النهارده اليوم الثالث لينا في منطقة البنجاب. Good morning, how are you? صباح الخير. Fine. You are from Punjab? Yes. Punjabi. Amritsar. Amritsar. Yes. Nice city. Oh, very good. النهارده هحكي لكم القصة الشهيرة اللي فرقت الدولتين عن بعض، دولة الهند ودولة الدولة المجاورة اللي هي دولة باكستان. هنروح متحف بيحكي الحرب الدموية اللي حصلت ما بينهم، اللي مات فيها عشرات الآلاف. وبعدين من هناك هنطلع نروح الحدود. النهارده هنروح الحدود بتاعت الهند وباكستان، أصعب وقت ممكن في السنة في التاريخ كله، من ساعة الحرب اللي حصلت ما بينهم زمان وفرقتهم. هنروح الحدود وهنشوف الحدود حصل فيها ايه، هل مقفولة مفتوحة، في تجديدات. هنروح ونجرب، ممكن يعتقلوني الله أعلم. فلو انت بتتفرج في النص ادينا لايك كده ودلعنا واهتم بينا، عشان بجد احنا بنتعب في المحتوى. وهيا بينا نستكشف البنجاب ونتعمق فيهم اكتر واكتر. الدنيا النهارده بتمطر، في برق ورعد وعاصفه هتخبط الست. ساسرياكار. ساسرياكار من بنجاب. بصوا حاطط علم امريكا. يو اس اي. يو لاف يو اس اي. Yes, yes.
USA? No, me no. Okay. Egypt. You know Egypt? Yes. Yes, you know Egypt. Mohamed Salah, you know football player Mohamed Salah? You know? درجة الحرارة 31 وبتمطر سيول وبرق ورعد، ولكن وصلنا عند متحف التفرقة Partition Museum، لأن زي ما قلت لكم البنجاب زمان كانت دولة واحدة، كانوا عيلة واحدة كبيرة، في منهم السيخ وفي منهم المسلمين. بعد ما انجلترا طلعت قسمت كل الدول دي بمزاجها زي ما عملت في دولنا العربية، كنا عايشين مع بعض حتة واحدة والأمور تمام، في مشاكل ساعات ما فيش مشاكل، ولكن شايلين مشاكلنا بنفسنا. وبعدين جالنا المحتل وفرقنا وكرهنا في بعض، رغم ان هم كانوا شعب واحد. السيخ كره المسلمين والمسلمين كرهوا السيخ، عمل فتنة طائفية ما بينهم رغم ان هم كانوا شعب واحد، زي ما بيحصل في دول كتير. لما المحتل بيطلع بيعمل فتنة طائفية داخلية عشان يتأكد لما يمشي ان البلاد دي هتفضل كارهة بعض، عمرهم ما هيبقوا كويسين مع بعض. ليه نخش بقى المتحف. النهارده يوم الحد فالدنيا زحمة شوية، تصوير ممنوع، فهنحاول نخطف لكم حاجات سريع. ده سجن المعتقلين السياسيين، حاطين هنا ديمو ليه. طبعا قصة المتحف حزينة جدا، لأن أكتر من 18 مليون هندي أو 18 مليون من بني آدم من المنطقة دي اتهجروا واتأذوا في حياتهم. كده القصة دي من ناحية الهند لما تسمعها من الباكستانيين هتسمع قصة مختلفة تماما. بس اللي أقدر أقوله إن أنا مش عارف إيه الصدفة اللي خلت إنجلترا في أوائل الأربعينات وبالتحديد هنا في 47 دول تانية في 48 قررت فجأة تخرج من كل الدول اللي كانت محتلها وتعمل نفسها شريفة عفيفة، أنا راجع بلدي وماليش دعوة بحد، بس قبل ما أرجع تورث الأرصة بتاعتها، تعمل الفتنة الطائفية وتكره الشعوب كلها في بعض. والمستفاد الوحيد حكومات الدول اللي هي خلقتها وهم كدولة، ولكن الشعب وأهل البلد من ساعتها ما حسوش بأمان ولا عاشوا. وبعدين انجلترا ما كانتش هتيجي تحتلك هنا في الهند ولا في باكستان غير وهي عارفة أهمية الهند وباكستان كموارد. قصة غريبة إنها إزاي بتتكرر واتكررت في كل دول العالم، ودايما الشخص المتكرر هو محتل الإنجليزي. قصة غريبة ومرعبة بجد، صعبة قوي. يعني هو قبل ما انجلترا تخش كانت الهند وباكستان وبنجلاديش دي كلها عبارة عن عرقيات وليس دول. بعد ما طلعوا قاموا جمعوا شوية عرقيات مع بعض وعملوا منهم دول، وقالوا لهم انتوا العرقيات دي هتبقوا تبع الدولة دي، وانتوا العرقيات دي هتبقوا تبع الدولة دي، ولا دول اختاروا ولا دول اختاروا. وعشان كده هيفضلوا في خناقات وبيتخانقوا مع جارهم، مش بيتخانقوا مع اللي عمل فيهم كده اصلا. اتحركنا على الحدود، طريقنا تقريبا ساعة 10 دقايق، 40 كيلو بالظبط. طلبت اوبر، مش واخد تاكسي من الشارع وقدرت افاصل معاه، طلبت اوبر دافع $8. التكاسي هنا رخيصة جدا مقارنة بسعر البنزين. سعر البنزين تقريبا اللتر $1، فانا واخد 40 كيلو $8، مش منطقي مع الحاج ده. رايحين الحدود، حدود باكستان في اصعب وقت ممكن في الحياة. يعني انا رايح بنفس الحدود، الناس بتهرب من باكستان بسبب تداعيات الحرب اللي داخله، وانا رايح للحدود في اصعب وقت ممكن حد يروح. يعني كل الناس كانت بتروح الحدود دي عشان مشهوره بالاحتفاليه اللي بيعملوها هناك زي ما قلت لكم، لكن في الفتره دي عمر ما حد يقدر يفكر يروح. والحمد لله سايبينها على الله عشان نصور لكم محتوى جميل نعيشكم معايا التجربه، وطالعين على الحدود الهنديه الباكستانيه. حرفيا كيلو واحد يفصلني عن حدود الهند وباكستان، 23 كيلو لمدينه لاهور. وصلنا الحدود في وقت قياسي. احنا على الحدود اهو، الجيش قدامي، دي الحدود. وصلنا الحدود. انا داخل الحدود الهنديه الباكستانيه، مش مصدق اللي انا بعمله والله. ساعات انا نفسي ما ببقاش مصدق انا بعمل كده، وببقى عامل زي اللي بيتفرج سامع القصه من بره وفاكر ان هو مستحيل وان اللي انا بعمله ده جنان. وبعد كده باجي هنا بلاقي العائلات كلها جايه تحتفل، البنات حاطه العلم على وشها وشايلين العلم. بصوا كميه الناس اللي جايه الحدود. الناس دي مش جايه تعدي الحدود، لا، الناس دي جايه تحضر الاحتفاليه، يعني جايين يحضروا السيرموني اللي بيحصل كل يوم من سنه 1959، عشان عارفين من الاخر لما حد يستفز حد يروح يعمل قدامه يعني مثلا في الكوره واحد ينطط الكوره قدام حد، فالتاني يقول له لا ده انا بنطط احسن منك، فينطط اكتر منه، فيقعدوا بقالهم من سنه 59 بيعلوا على بعض لحد النهارده بيحصل. الحدود دي طبعا كانت بتبقى مفتوحه ما بين البلدين، الناس تقدر تعدي، ولكن النهارده الحدود مقفوله. السيرموني بيتم ولكن الحدود مقفوله.
دخلنا أرض النزاع، أرض الحرب ما بين الهند وباكستان. هنحضر الشو مع الجماهير قدام الحدود الباكستانية الهندية. زي ما انتم شايفين الجيش هنا والجماهير الهندية اتجمعت عشان هيبقى فيه هنا نزال أو عرض عسكري. عارفين على الحدود علم باكستان اهو وعلم الهند اهي. بدأوا العرض، شغلوا النشيد الوطني الهندي او ده ما اظنش لان الناس ما وقفتش. بدأوا بس يجهزوا كده شوية حاجات. حرفيا كأنك رايح الاستاد او رايح سينما فقرة كاملة. العرض هيبدأ 5:30 دلوقتي الساعة 4، ساعة ونص قبليها المكان بدأ يتملي ويعملوا احتفاليات وأغاني وحاجات. للأسف الناحية بتاع باكستان بتبقى مليانة ناس قاعدة، ولكن هم الفترة دي بيجددوها، فهيبقى بس في جماهير هندية اللي حاضرة. الجماهير الباكستانية مش حاضرة النهاردة لأنه بيجددوا المسرح بتاعهم أو الاستاد بتاعهم، فهيبقى عساكر هنا وهنا بس مفيش جماهير باكستانية. بص بص بص، باكستان بدأت تشغل أغاني في نفس الوقت. أنا سامع الأغاني الباكستانية والأغاني الهندية داخلين في بعض. علم باكستان علم الهند. أنا مش عارف أنت هتسمعه ولا لأ، بس باكستان مشغلة القرآن بصوت شريم. شريم شغال قرآن على الحدود معايا دلوقتي وأنا قاعد في الهند. اكسبيرينس خيالية وممتن جدا إن جيت، عكس ما كل الناس قالت لي اوعى تروح انت مجنون. جيت برضو شفت حاجة هتتسجل في التاريخ ان انا جيت في الوقت ده بالذات، وشفت ان الاعلام غير الواقع. اثبت لكم كل مرة، بثبت لكم ان الشعوب حاجة وحكوماتها حاجة تانية. بدأ العرض العسكري من ناحية الهند. اما باكستان الجماهير وصلت ولكن مفيش عرض عسكري. الهند بس هي اللي بدأت عرضها العسكري. دلوقتي بقى باكستان بدأت، اظن كانوا مستنيين حد مسؤول لسه واصل والدنيا اتفتحت. مش عارف الحدود ما بينهم بتتفتح ولا لا، ولكن في جنود اللي هم تحسهم سبيشال فورسز من الهند ومن باكستان، 2 هنا و2 هناك، بيفتحوا الطريق للمشاة او اللي هم معرفش يسموهم ايه في الجيش دول. زي ما انتم شايفين دلوقتي اهو. اللي حصل ان البلدين كل واحد نزل العلم بتاعه، ما بقاش في علم الهند ولا علم باكستان، وكل فرقه من فرق الاستعراضي اخذت علمها ومشيوا زي ما انتم شايفين كده. اظن كده ان احنا خلصنا، بس هي بدأت تمشي. تعرفوا ان لو ما كانش في مشاكل ما بين البلدين الحدود الباب كان بيتفتح، يعني كانوا بيفتحوا الباب كل مرة مع العرض يسلموا على بعض او يبدلوا حاجة. ولكن النهاردة بما ان في فترة عدم صلح الحدود ما اتفتحتش النهاردة زي ما انتم شايفين. الناس بدأت تمشي. رجعنا الفندق كده، يبقى وقتنا في منطقة البنجاب قد انتهى والفيديو بتاعنا خلص. اتمنى يكون عجبكم، فتحت لكم يعني انا نفسي اتعلمت معاكم في الفيديو ده كتير، لان المنطقة دي ما كنتش اعرف عنها حاجة، كنت بسمع عنها. فاتمنى تكونوا اتعلمتوا حاجة واستفدتوا حاجة، وما تنسوش كالعادة تدعمونا لايك وسبسكرايب وكومنت والحاجات دي كلها. واشوفكم في فيديو جديد اللي جاي اكتر واكتر واقوى من الهند. لسه قاعدين في الهند شوية وبعد كده رايحين دول اقوى من الهند. نلم شنطتنا ونتحرك في رحلة ومغامرة جديدة في الهند بقطر النوم. استنوا الفيديوهات الجايه. اتاكدوا انكم عاملين سبسكرايب. سلام.